كيبورد بجد. بص يا اخي، بقالي كام سنه بعمل فيديوهات ومتوقعتش في يوم من الايام ان انا هعمل ريفيو للكيبورد، واصلا ما بتفرجش على فيديوهات لما حد بيعمل ريفيو للكيبورد ولا اصل هتقول ايه يعني بيكتب حلو. عمري ما فهمت الموضوع ده لحد النهارده. تسرعنا في الحكم على لوجيتك. كنت دايما بقول ليه المنتجات بتاعتهم اغلى من الباقي، سواء ماوس كيبورد الحاجات دي، بحس ان اسعارهم اضعاف، عشان كانت فكرتي ان الكيبورد والماوس وظيفتهم كلهم بيكتبوا وكلهم بيحركوا الماوس. صح، طلع غلط. في نوعيه منتجات بتتميز كده ايه بالفخامه، النظافه كده وانت ماسكها. دي طبعا عامل في السعر. كواليتي الكيبورد، الوزن والخامات اللي معمول منها مختلف تماما عن اي كيبورد جربته. بيتشحن يو اس بي سي فاست تشارجنج، ويتوصل يا اما بالبلوتوث يا اما بالكونكتور. هتقول لي ماشي، مش فارقه معايا قوي. تاني حاجه الارجونومكس، تقسيمه الكيبورد، طريقه التصميم. دي فول كيبورد فيها الارقام الكامله من هنا اهو. كانتش عندي في اللابتوب وكانت وحشاني جدا لاني بكتب ارقام كتير، ففكره انك تكتبها بالطول ممله قوي. التجويفه اللي موجوده في كل زرار ديت مخليها الموضوع حلو كده، وعارف صباعك بيغطس في الزرار. طبعا الرسومات والاختصارات اللي موجوده فوق مخليها الموضوع اسهل. اهم حاجه زرار الميوت وزرار الايموجي، ده برده بستخدمه كتير. ولو جينا برده على اليمين هنا هنلاقي كالكوليتر، آلة حاسبه، وهنا في زرار السكرين شوت، تعرف تعمل لوك على طول، وتعرف هنا من الثلاث زراير دول تقلب ما بين الثلاث اجهزه اللي انت عامل لهم كونكت. ممكن مثلا تابلت ولابتوب وموبايل. تتحكم في الاضاءه من هنا وفي اضاءه الكيبورد من هنا، والزرار بتاع سيري. الشكل مينيمال جدا، طبعا ده مش بتاع الجيمنج بقى والار جي بيات، ويليق قوي على المكاتب والسيت اب المينيمال اللي مش عايز افور. وفي الحته دي من ورا علشان ترفعه كده شويه علشان يكون طالع شويه كده. لحد دلوقتي برده لسه مش مقتنع. الاضاءه بقى بتاعت الزراير عجبتني قوي. الاضاءه هنا سمارت، في اصلا سنسور كده حساس بيعرف لما انت بتقرب ايدك فبينور وبيطفي. وفي نفس الوقت برده شده الاضاءه دي على حسب المكان اللي انت قاعد فيه. لو انت قاعد في مكان منور قوي هيقلل لك الاضاءه ويحافظ على البطاريه. لو الدنيا ضلمه خالص هينور على اعلى برايتنس وعلى اقصى برايتنس. حلوه جدا. الموضوع بقى انك تعرف تتحكم في كل الحاجات دي من خلال الابلكيشن، وده من اكتر الحاجات اللي عجبتني بقى. الابلكيشن بتاع لوجيتك سهل جدا في الكونكشن، في كميه اوبشنز هنتكلم عنها رهيبه، وهي دي بقى الحاجات اللي مش هتلاقيها في اي كيبورد تاني. اللي عجبني بقى في موضوع الابلكيشن ان كل الزراير اللي اتكلمنا عليها دي انت ممكن تغير الوظائف بتاعتهم، تخليهم يفتحوا اي ابلكيشن تاني. عايز مثلا بدل ده كالكوليتر يفتح لي ادوب بريمير، يفتح لي كروم على طول. واللي اجمد بقى واللي بيتميزوا بيه قوي هو موضوع السمارت اكشن. هي دي اللحظات اللي انا عرفت ان انا اتسرعت في الحكم شويه. موضوع الروتينز اللي انت بتظبطه في الابلكيشن اللي بالمناسبه سهل جدا وواضح قوي. تقدر تخلي دوسه زرار تعمل كذا حاجه مع بعض. يعني مثلا هنخلي روتين اسمه جود مورنينج، ده كده اول ما اصحى ادوس على زرار واحد يفتح لي جوجل كروم، ويفتح لي كمان الكالندر او التو دو ليست، وشغل لي مثلا فيديو معين على اليوتيوب، مثلا قرآن ولا اي حاجه انت بتشغلها الصبح. في زرار مثلا تاني تدوس عليه فيفتح لك ادوب بريمير مع زوم، ويقفل ايه ويعلي برايتنس ويوطي الصوت. انت اللي بتعمل الحاجات اللي عايز زرار واحد يعملها كلها على الكمبيوتر. فهو معمول اكتر للناس البروفيشنال، ده مش الناس العاديه خالص. الناس بقى البروجرامر، الكودرز، السوفت وير انجينير، الحاجات دي اللي هم بيستخدموا كذا حاجه بقى ويفتحوا كذا حاجات معقده في نفس الوقت. ما اظنش ان انا هستغل كامل قوه الكيبورد دوت في استخدام الطبيعي. حاجه زي الروتينز والسمارت اكشن دي هتسرع الشغل جدا. السوفت وير بتاعهم عالمي طبعا غير الخامات النظيفه قوي. وبرده جربت اجدد ماوس من عندهم اسمه الام اكس اني 3 اس. اني وير ده علشان هو بيتاخد في اي مكان لانه حجمه صغير جدا، ماوس صغير قوي. ماوسات لوجيتك هي تقريبا اشهر حاجه، ولكن ده مش اقوى واحد فيهم، ده علشان كومباكت صغير. بس ستيل في معظم الحاجات المشهوره في الماوسات الثانيه، زي مثلا الويل دي انت بتقلي كده تك 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 تكات، بعد كده لما تعمل كده تلاقيها بتلف انفينيتي تنزل لحد اخر الصفحه، وبتدوس على الزرار ده عشان تخليها بالتكتيك، او بتدوس عليه علشان تقفل الموضوع ده وتبقى سموث. بتحسسك فعلا في النعومه قوي في التقليب وانت بتقلب على التايم لاين او على كروم. ولو دوست على الزرار دوت وانت بتقلب هيجي يمين وشمال بدل فوق وتحت. وتقدر برده تخلي الزرار يعمل تاسك معين زي الكيبورد كده باستخدام السوفت وير برده بتاعهم، يعمل خاصيه معينه في ابلكيشن معين. الزرار ده مثلا لو انا في جوجل كروم اخليه يشغل ويوقف، او مثلا يروح باك وفورورد. لو انا بمنتج على بريمير اخلي الزرار دوت يعمل الكات ودوت يعمل سيلكشن. الحاجات دي بتسرع عليا قوي الشغل، بدل ما ادوس على في والسي، او اخليه مثلا يعمل كومبينيشن، بدل مثلا ما ادوس كوماند اس 5 او كوماند مش عارف ايه اخليه يجمع الحاجات دي ويعمل اختصار معين. بجانب الخامات والبطاريه والماسكه وكل الحاجات اللي بيتميزوا بيها، بس فعلا حته الابلكيشن والكستمايزيشن بتاعه المنتج ده هي اللي شدتني قوي، وفعلا غيرت فكرتي وخصوصا عن الكيبوردات. ده اللي عجبني قوي. بقالي 5 سنين بعمل فيديوهات اهو، ما توقعتش ان اطلع اتكلم عن كيبورد، بس انا بقول هو في ايه اكتر من الزراير يعني. بس فانت قول لي كده ايه رايك في الحوار دوت، وهل جربت حاجه من لوجيتك قبل كده ولا لا؟ وهتلاقي معلومات اكتر ولينك الشراء والاسعار كل حاجه تحت في الديسكربشن او في اول كومنت. بس كده اعمل لك سبسكرايب وسلام.